البيت ده محدش سكنه إلا لما شاف المعاناة اللي حصلت فيه قبل ما يتبني. في انجلترا في أواخر الستينات كان في عيلة اسمها عيلة بريتشارد. العيلة ساعتها كانت مكونة من 4 أفراد: الأب جو والأم جين واتنين أطفال فيليب وديانا. جو كان بيعاني يوميا إن هو يوصل لشغله لأنه ساكن في حتة بعيد جدا عنه، ده غير كمان ان البيت كان صغير قوي عليهم. فقرروا ان هم يدوروا على بيت قريب من الشغل بتاعه علشان ما يفضلش يعاني المعاناة دي، وكمان البيت يبقى اوسع شوية عليهم. وبعد فترة لقوا بيت واسع ورخيص نسبيا وقريب من الشغل بتاعه، وكمان مش قديم قوي، قديم بس مش قوي. ولكن اللي ما يعرفوهوش ان البيت ده كان مشهور عنه في المنطقة ان اللي بيسكنه ما بيكملش فيه. وبالفعل سكنوا فيه سنة 1966 وكل حاجة كانت طبيعية في الاول. عدى اسبوع والتاني، بعد كده ابتدوا يسمعوا صوت خطوات تقيلة جدا في البيت كله، وكأن في حد ماشي بس خطواته تقيلة جدا. أصوات الخطوات دي كانت بتتكرر كل يوم تقريبا، ولكن كانت بتبقى بالليل بس هما كانوا بيقولوا يمكن ده صوت الخشب بتاع الأرضيات لأن البيت قديم شوية. ولكن بعد أيام اكتشفوا إن هو مش البيت ولا حاجة، ده الأبواب بتاعت الشقة كلها كانت بتتفتح وبتتقفل، ده غير الحاجات اللي كانت بتقع وبتتكسر. ودايما كانوا حاسين إن في شخص واقف وراهم، وده كان مخوفهم جدا لأن كان بيقف وراهم فترات طويلة، وكانوا بيقولوا إن هما حاسين إنه شخص طويل جدا يعني مغطيهم ومغطي حتة قدامهم. لما كانوا يبصوا وراهم ما يلاقوش اي حد، ده غير ان الاطفال كانوا بيصحوا من نومهم يصرخوا ويصوتوا ويقولوا لمامتهم او باباهم ان في حد واقف في الكورنر بتاع الاوضه او واقف عند الباب، طويل لابس اسود ووشه مش باين. كانوا بيقولوا ان هو بيبقى واقف عند الركن او عند الباب، بعد كده بيتحرك ببطء ناحيتهم وبعد كده بيختفي. في يوم جين كانت خارجه من الاوضه بتاعتها، النور بتاع الاوضه طفى، فتحت الباب مش راضي يفتح، فجاه لقت حد بيخنقها من رقبتها، بعد كده حد شدها من شعرها وطارت في الهواء واترمت تاني على الارض. والاطفال كمان كانوا بيقعوا بشكل غريب يعني كأن حد زقهم، ده غير كمان ان جسمهم كان مليان كدمات. وفي يوم من الايام واحد صديق العيله قرر ان هو يجيب كاميرا وهيصور اوض معينه في الشقه، وبعد ما خلص تصوير راح يحمض الصور، واول ما شاف الصور لقى في ايد او خيال في صوره من الصور. ومع مرور الوقت الراهب او الشخص ده ابتدى يظهر لهم بوضوح جدا. كانوا يوصفوه ان هو شخص طويل جدا لابس لبس اسود اللي هو اللبس بتاع الراهب القديم، ووشه مش باين يعني ضلمه سواد بس عند وشه كده، علشان كده سموه ذا بلاك مونك يعني الراهب الاسود. والعيله كانوا في حاله رعب شديده جدا وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي، فاتصلوا بالشرطه في كل مره كانوا يشوفوا فيها الراهب ده. والشرطه فعلا كانت بتيجي وكانوا بيشوفوا الراهب ده وكانوا بيسمعوا الاصوات وكل حاجه، وساعات كانت الشرطه بتهرب من البيت وبتجري. العيله جمعوا الفلوس اخيرا ان هم يقدروا يعزلوا من البيت ده او يمشوا بعد معاناه دامت 6 سنين ان هم بيشوفوا الراهب ده او الجن ده. ولكن الموضوع ما خلصش لحد هنا. لما العيله سابت البيت جه واحد اسمه توم كانيف. توم هو محقق في الماورائيات هاوي وبيحب ان هو يحقق في الكلام ده كله، فقال ان هو هيحقق في القضيه دي. عمل بحث عن المنطقه كلها وعن البيت بالاخص، لقى ان البيت نفسه كان دير قديم واتهد واتبنى مكانه البيت ده، واكتشف ان الراهب ده اتعدم في الدير ده بطريقه وحشيه جدا. والبيت لحد النهارده في نفس المشكله، كل ما حد بيشتريه بيرجع يبيعه تاني ويمشي منه، ومحدش بيقعد فيه اكتر من اسبوعين 3 بس كده. مع السلامه.